4 تمارين من الطب الصيني التقليدي هتفيدك جدا وهتخليك تتغير من حياتك نهائيا. والتمرين الاخير مهم جدا قوي ليك، تابع معانا. التمرين الاول هيفيدك ان قلبك يشتغل بكفاءه والنضاره الدمويه تتدفق بسلاسه وبمرونه اكتر من الاول. هو اننا هنعمل ربط على تجويف الكوع اللي في الداخل. هنعد هنا مثلا 5، الناحيه الثانيه 5 عدات، 10 عدات في كل ايد. كررها كتير يوميا وصدقني هتشوف النتيجه كويس. التمرين الثاني، التمرين ده بيفيد في اتزان الغدد الليمفاويه وان يخلي الدم برضو يتدفق ببساطه وبسلاسه في الجسم، ويساعد القلب على انه يكون بكفاءته الصحيحه العادله، في نفس الوقت يخلي الغدد الليمفاويه تكون متزنه. نعمل ايه طيب؟ ايدك خلف الراس من فوق، الجسم منتصب، بالايد الثانيه تعمل ربط من 5 ل 10 عدات. الناحيه الثانيه 1 2 3 4 5. كررها وصدقني مش هتندم. التمرين الثالث هو ان احنا هنيجي على الركبه من تحت، الركبه من تحت من هنا، وهتفرد ايديك وهتبدا تعمل ربط هنا عشان المفاصل، للناس اللي عندها مشكله في المفاصل وعندها مشكله في الخشونه. التمرين ده مهم جدا في الطب الصيني التقليدي، هو ان انت هترفع ايديك رجليك لفوق، هترفع رجل لفوق وتبدا تعمل ربط في الركبه الخلفيه من ورا. نعمل من 10 من 5 ل 10 عدات، نكررها على الرجلين. عايز تعملهم مع بعض بالايدين اعملهم بايديك الاثنين على بعض، اعملهم كذا مره وصدقني هتعرف الفرق. التمرين الرابع ومهم جدا في الصحه الانجابيه. لو عندك مشكله في الصحه الانجابيه، عندك مشكله في القوه بتاعتك، تعالى اقول لك على تدريب بسيط جدا وسهل جدا في الطب الصيني التقليدي. هو ان انت هتكون فارد نفسك وهتيجي هنا اسفل منطقه العانه هنا من بره ما بين تكويف الورك، تكويف الورك من هنا، وهتخبط تعمل ربط بره. نعمل 1 2 3 على التجويف بتاع الورك من هنا، 4 5 6 7 8 9 10. كرر التمرين دي يوميا، مش هتاخد منك بالظبط دقيقتين 3. كررها يوميا وهتلاقي في تحسن في جميع انحاء جسمك. اشوفكم بخير.